صناعة الفخار والحرف اليدوية. صناعة الفخار والخزف إرث حضاري يجسد إبداعات العومان القديم ونجاحه في توظيف مكونات البيئة. وعند تجوالنا في مدينة طاقة في محافظة ظفار، أسعدنا الحظ بإحدى البازارات التي تحتوي على العديد من المصنوعات الخزفية والحلي والأزياء والمشغولات اليدوية. ونستعرض في بعض اللقطات هذا الموروث الحضاري والإبداع العماني الأصيل في صناعة الحرف التراثية. والإبداع في تكوين الألوان لكل قطعة خزفية وفخارية. فالحرف اليدوية تبرز مدى حرفية الصناع والحرفيين. ففي جنبات البازار نشاهد العديد من التحف الأثرية القديمة، والتي كان يتميز بها العومان القديم في صناعة الأواني الخزفية والأباريق وأواني الطعام والشراب والمجامر والفواحات. حيث أصبحت الفخاريات من أهم أدوات الزينة في البيوت العمانية. إلى جانب صناعة الخزف والفخار، تتميز السلطنة بالأزياء والحلي وأدوات الزينة النسائية. فلكل بلد موروثها. يكون مع الفقرة 5 ريال. تتعدد أنواع الأزياء في أشكالها للنساء، فالمرأة المتزوجة لها موروث ثقافي في الزي التقليدي يختلف عن البنت التي لم تتزوج. هذا ما تلبسها البنت شابة، وهذا تلبسها الحرمة والبنت. هذا وهذا تلبسها البنت الصغيرة من 10 سنوات إلى 11 و12. هذا وهذا تلبسها الحرمة المتزوجة، البنت ما تلبسها. هذه الخواتم، البنت متزوجة والحرمة متزوجة والبنت. وهذا ما تحطها إلا الحرمة المتزوجة في اللحاف وتحط داخلها العطور.